مازاغان، المدينة المغربية التي عبرت الأطلسي إلى الأمازون، بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مدينة مازاغان المغربية الواقعة عند مصب نهر أم الربيع لم تكن مجرد مدينة ساحلية عادية، بل كانت معقلا استراتيجيا واقتصاديا وعسكريا على الساحل الأطلسي، وتشتهر بجود سكانها وكرمهم، وعرفت كعاصمة دكالة ودرعا وموطنا للتراث والثقافة المغربية الأصيلة. هذه المدينة تحمل في جدرانها وأزقتها تاريخا طويلا من الصراعات والتحصينات والمعارك التي جعلت منها محورا حيويا في مواجهة أطماع القوى الأوروبية، وخاصة البرتغال وإسبانيا التي كانت تسيطر على أجزاء من الساحل المغربي منذ القرن السادس عشر، بهدف حماية خطوطها البحرية ونقل مواردها من الذهب والفضة والمنتجات البحرية إلى أوروبا. في هذا السياق جاء دور السلطان محمد بن عبد الله الذي اعتلى عرش المغرب في القرن الثامن عشر ليكون أحد أعظم الحكام الذين عرفهم المغرب في العصر الحديث. لقد كان السلطان مجاهدا بامتياز، وكانت أولوياته الوطنية واضحة: حماية أراضي المملكة، الدفاع عن سواحلها، وطرد الاحتلال الأجنبي، وترسيخ الاستقرار في الداخل والخارج. لم يكن هم السلطان محمد بن عبد الله غزوا أو استعمارا، بل كان هدفه الأساسي حماية شعبه وتأمين المناطق الساحلية التي كانت بمثابة بوابة المغرب إلى العالم الخارجي، والتي كانت تحت تهديد القوى الأوروبية. كانت مدينة مازاغان تمثل آخر معقل للبرتغاليين في المغرب، وقد أعد السلطان حملة عسكرية ضخمة لاستعادة المدينة وتطهير السواحل المغربية من الاحتلال. نظم السلطان جيشا من حوالي 120 ألف مقاتل، وبدأ الحصار الذي استمر لفترة طويلة في وقت كانت فيه أوروبا قد قسمت العالم بين مستعمراتها. فرنسا استولت على كندا، بريطانيا على الولايات المتحدة، البرتغال على البرازيل، وإسبانيا على معظم أمريكا الوسطى والجنوبية. وكان المغرب بفضل بحريته القوية وجيشه المنظم قوة لا يستهان بها في مواجهة هذه القوى. خلال الحصار أظهر السلطان محمد بن عبد الله براعة استراتيجية عالية، حيث استخدم الأساليب العسكرية المتقدمة في تلك الفترة مع ضمان سلامة المدنيين وحماية سكان المدينة من أي اعتداء مباشر. وقد استخدم البرتغاليون صهاريج الماء العملاقة داخل القلعة لمحاولة الصمود، لكنها لم تنجح أمام إصرار الجيش المغربي وتنظيمه العالي. وبعد حصار طويل أدرك البرتغاليون أنهم لا يستطيعون الصمود أمام القوة المغربية، فقرروا الاستسلام والخروج من المدينة، وأخذوا معهم أغراضهم وكنوزهم، بما في ذلك جرس الكنيسة الذي أصبح لاحقا رمزا تاريخيا مهما عندهم. إدراك السلطان محمد بن عبد الله لحكمة القيادة لم يقتصر على الحرب فقط، بل شمل أيضا الجانب الإنساني والدبلوماسي، حيث لم يلاحق البرتغاليين الهاربين ولم يفرض عليهم العنف، بل ترك لهم فرصة الانسحاب بسلام، ما يعكس شمولية حكمه وعمق فهمه للفن العسكري والسياسة معا. هذه السلوكيات جعلت منه قائدا يحظى بالاحترام والتقدير ليس فقط من شعبه، بل من القوى الأوروبية نفسها. بعد رحيل البرتغاليين قررت السلطات البرتغالية نقل النازحين إلى البرازيل، حيث أسسوا مستوطنة جديدة أطلق عليها اسم فيلا نوفا دو مازاغاو في ولاية أمارابا عند مصب نهر الأمازون. هذه الرحلة استغرقت حوالي 4 سنوات، وأصبحت المدينة الجديدة كجزء من الخطط الاستعمارية البرتغالية لحماية الشمال البرازيلي، لتكون نسخة من مازاغان المغربية في قلب غابات الأمازون. على الرغم من مرور أكثر من 250 سنة، ظل اسم مازاغان حاضرا في ذاكرة المستوطنين البرازيليين، وكانت لهم تقاليد ثقافية وروحية تحافظ على إرثهم الأوروبي وربطه بتاريخ المغرب القديم. في مازاغاو فيليو يقام مهرجان ساوتياغو السنوي، وهو احتفال شعبي يعكس صراع المور والمسيحيين، ويجسد الأساطير الشعبية التي رافقت تاريخ المدينة. تقول بعض الخرافات المحلية إن قسيسا نزل من السماء لمساندة البرتغاليين في المعركة ضد الجيش المغربي، وهو رمز للانتصار المفقود حسب الرواية الشعبية. هذه الطقوس الاحتفالية تمزج بين الواقع التاريخي والخيال الشعبي، وتوضح كيف أن أحداث المغرب التاريخي
التاريخية يمكن أن تترك أثرا ثقافيا بعيد المدى في أماكن نائية مثل الأمازون حتى بعد مرور أكثر من قرنين ونصف. الدراسات الجينية الحديثة على سكان مازاغا والبرازيلية تشير إلى أن السكان يحملون حوالي 50% من الجينات الأوروبية، و44% من الجينات الإفريقية، و2% فقط من السكان الأصليين للأمازون، ما يعكس التأثير الكبير للهجرات الاستعمارية البرتغالية وتأثير البيئة الجديدة على التركيبة السكانية، ولكنه لا يثبت أي أصول مغربية مباشرة رغم ما ترويه الأساطير الشعبية عن ارتباط السكان بالهوية المغربية. مازاغان تظهر أيضا عظمة السلطان محمد بن عبد الله كقائد بحري واستراتيجي، إذ استطاع المغرب أن يحمي سواحله ويهاجم السفن الأوروبية ويجمع الموارد ويحقق تفوقا عسكريا على القوى الكبرى دون الإضرار بالشعب المحلي. إن القوة البحرية للمغرب في عهد السلطان وتنظيمه العسكري وحكمته السياسية، كل ذلك جعله من أعظم الحكام الذين عرفهم المغرب، حيث جمع بين الشجاعة والذكاء العسكري والبعد الإنساني في آن واحد. اليوم القلعة التاريخية في مازاغان محفوظة جيدا ومدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وما زالت الصهاريج العملاقة والبوابات التاريخية والكنائس القديمة تروي قصة عبقرية التخطيط العسكري والإداري للسلطان وما تركه من إرث خالد في التاريخ المغربي. قصة مازاغان المغربية ومازاغان البرازيلية تجمع بين التاريخ والجغرافيا والثقافة والأسطورة، من حصار القلعة في المغرب واستعادة المدينة على يد السلطان محمد بن عبد الله إلى تأسيس مستوطنة برتغالية في الأمازون، مرورا بالاحتفالات الشعبية والأساطير لتظهر كيف يمكن للتاريخ أن يمتد عبر القارات والأجيال. مازاغان ليست مجرد مدينة، بل رمز للإرث المغربي، للقوة البحرية وللتأثير الثقافي الذي يمتد عبر المحيط الأطلسي. وتظل هذه القصة درسا حيا في كيف يمكن للحدث التاريخي أن يشكل هوية مجتمع وثقافته على مدى أكثر من 250 سنة بين الواقع التاريخي والأسطورة الشعبية وبين المغرب والبرازيل، ويمثل بحق إنجازات السلطان محمد بن عبد الله العظيم الذي بقي اسمه خالدا في الذاكرة المغربية والعالمية.